بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي يا رسول الله، حبايب قلبي، هنصحكم بنصيحة. ايه هي؟ نجيب شوية طماطم حلوين، دول كده هوت 10 كيلو. جبتهم، قلت اتغسلوا كويس وحطيناهم في الحلة، اكبر حلة عندك او اللي ياخد الكمية، او على حلتين مش هتفرق. وتسيبيها تنزل المية بتاعتها، بس نحط نص كوباية مية بس عليها ونشغل عليها البوتاجاز بس، ونسيبها عبال لما تغلي كويس جدا جدا جدا. ولما تغلي كويس جدا هوريها لكم. طبعا هنسيبها تبرد لتاني يوم وهوريكم هنعمل فيها ايه. اهي يا حبايبي كوبايه ميه اهيت على ال10 كيلو دي كلهم، ونسيبها ونغطيها ونسيبها بقى على البوتاجاز تنزل ميتها وتغلي. وهنسيبها تغلي 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 جامد جدا عقبال لما تنزل ميتها كلها وتدبل كده اهوت. وهوريكم حبايبي في الاخر. حبايبي بسم الله ما شاء الله، بصوا اهي غليت جامد جدا اهيت. احنا بنوصلها للمرحله ديت تغلي جامد جدا. كل الميه دي احنا ما حطيناهاش، انتوا لو تفتكروا احنا حطينا ايه؟ كوبايه واحده بس. هي بتنزل ميتها ديت اللي كنا لما بنضربها في الخلاط قبل ما نسلقها كده اهوت، هي اللي دي كل الميه دي اللي بتطلع بخار، عشان كده بتاخد وقت كبير جدا على البوتاجاز. لا احنا كده اهوت هنسيبها، هنغطيها ونسيبها تبرد. من هنا مثلا اعملوها بالليل بالطريقه ديت وتعالوا عليها الصبح نسيبها تبرد. هيجي علينا الصبح تكون بردت خالص، نعرف نضربها في الخلاط ونصفيها من البذر دوت. والقشر بتاعها هتلاقوها زي الفل، وهتبقى تقيله زيها زي بتاعه البطرمانات بالظبط، وتقيله وحمرا. وبصوا هقول لكم كمان على السر اللي هنخليها كمان في اخر الفيديو، اللي هتخليها معاكي تقعد فتره طويله جدا وهي محفوظه من غير ما يغير لونها ومن غير ما يغير طعمها. حبايب قلبي ده تاني يوم، احنا كنا عاملينها بالليل، ده تاني يوم هديت اهي، بردت خالص. هنحطها في الخلاط بقى ونصفيها. حبايب قلبي كده اهوت ضربناها في الخلاط بتاعنا وحطيناها في المصفى اهيت. وهعصرها دلوقتي وهوريها لكم وهوريكم هيطلع منها هالك بسيط جدا. الطريقه بتاعت السلق دي يا جماعه بتخلي الطماطم يطلع منها هوالك بسيطه جدا، وبتطلع الميه اللي احنا بنعملها بالبخار ديت، وبتفضل تاخد غاز كتير جدا على البوتاجاز. بصوا اهي الميه، بصوا قد ايه الميه. بصوا كل الميه ديت لما بنيجي نضربها قبل ما بنسلقها دي كلها بتطلع بخار، بناخد كميه غاز كبيره جدا اهي. انما كده اهوت هي غلوه والتانيه التالته خلاص بندفع عليها بنسيبها تبرد. بصوا بتبقى ممتازه جدا. حبايب قلبي خلصنا الكميه كلها اهيت متصفيه اهي. بسم الله ما شاء الله تقيله اهي. دي بس التفل والبذر اللي طلع منها، ودي الميه اللي خرجت منها. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وفادتكم. لو عجبتكم وفادتكم يا حبايبي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات كده اهوت جربتوها وايه رايكم فيها. ويا ريت يا حبايبي كمان تعملوا لي لايك واشتراك، ويا ريت تعملوا مشاركه يستفيد الاخرين مننا برضو.